عاد وحيد خليلزويتش المدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم إلى إثارة الجدل من جديد عبر تصريح مثير استبعد فيه أسود الأطلس من قائمة المنتخبات الأفضل في القارة الأفريقية. وفي حديث لقناة النادي الأهلي الرسمية برر خليلزويتش رأيه قائلا إن منتخب كوت ديفوار هو الأفضل في إفريقيا هذا العام لأنه فاز بكأس إفريقيا الأخيرة. وأضاف أن المنتخب الذي يحتل المركز الثاني في رأيه هو الجزائر يليها السنغال ثم مصر والكاميرون. وأكد خليلزويتش أن هذه المنتخبات هي الخمسة الأفضل في إفريقيا حاليا متجاهلا ذكر المنتخب الوطني المغربي الذي كان قد أشرف على تدريبه خلال الفترة الممتدة من عام 2019 إلى 2022. وعلى النقيض من تصريح المدرب البوسني يحتل المنتخب المغربي الصدارة على الصعيدين الإفريقي والعربي في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برصيد 1681.57 نقطة، كما يحتل المركز الثالث عشر عالميا خلف منتخبات الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، البرازيل، بلجيكا، البرتغال، هولندا، إيطاليا، كولومبيا، ألمانيا وكرواتيا.